بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في وصفات أم هنا. مرحبا بكم في قناة أم هنا. البنات واش حندير معكم اليوم؟ طمينة تاع الغرس. طمينة تاع الغرس البنات تجي بنينة وطريقة روعة في الغرس. كيفاه يجيك الغرس تاعك ذايب؟ ندير لكم واحد الطريقة ميبقاش الغرس تاعكم ناشف. شوفوا هنا البنات، نروحوا المقادير. هنا واش عندي السميد. عندي السميد، حكمت المقله تاعي حطيتها على النار، جبت السميد يكون شويه رطب ما وحرش عادي، نحمصوه مليح. نحطوه على النار، نقصوا النار وبقى حمصي السميد تاعك مليح حتى يتحمص. هنا المرحله تاع الطمينه تاعتنا في التحمص تاع السميد. كي تحمصي السميد تاعك مليح يرجع له اللون، نفس اللون فاتح ويعطي له اللون هذاك اللي مرغوب. هنا حطيته على النار، نبقى نقلب فيه حتى نشوفه تحمص. حمصوها البنات باش يجيكم الطمينه تاعتكم تجيكم بنينه. كانوا اخرين يحمصوه تحماصه خفيف وما تجيهمش طمينه بنينه. هنا واش عندي جيجلانيه. هنا الجيجلانيه البنات نحمصها مع السميد. تطلق هذيك الجيجلانيه مع السميد تعطيك واحد الريحه وتعطيك واحد البنه. احسن ما تحمصيها وحدها، حمصيها مع السميد وتشوفوا الطريقه كيف تجي بنينه. هنا حمصتها دوك، شوفوا كيف يبدا الججلانيه تبدا تطرطق مع السميد وتطلق هذيك الريحه يا البنات ما شاء الله، روعه روعه في البنه. هنا نبقى نحمصها حتى نشوفها بدات اللون تاعها يتبدل. هنا شوفوا البنات، سرعت لا فيديو. هنا لازم تحمصوها تبقى كامل حبه، لا تبقى بيضاء، لازم كله يتحمص يعطيك اللون هذاك اللي ترغبي به. سيرتو كيعود اللون تاعو بني او عفوا في اللون هذا الفاتح، يعطيك واحد اللون ما شاء الله. هنا قلت لكم استمروا في التحريك، ما تخلوش يتحرق لكم. اذا تحرق تجيكم الطمينه تاعكم مره، ما تجيكمش الطمينه تاعكم بنينه. هنا صايي هاني حمصتو مع الجيجلانيه. هنا واش نديرو دوك؟ نروحوا للغرس. الغرس البنات نعطيكم الطريقه باش يجيكم الغرس تاعكم يجيكم رطب ويجيكم في نفس الوقت يجيكم ما تعبيش فيه. هنا نقيتو تاع البطانه، نحيت له هذاك العلف. هنا واش جبت الماكارين الزبده، اي زبده عندك، المهم هي من الاحسن الماكارين. هنا واش درت 2 ملاعق تاع ماكارين ذوبتهم مع الغرس. حطيه على النار بقاي طيبيه على النار حتى يذوب هذاك الغرس مع الزبده ويعطيك الطراوه ويعطيك هذيك البنه ويجيك روعه. هنا اذا بقى مازال فيه العلف ولا مازال فيه هذوك الشابوات تاع التمر يخرجوا بحدهم. انا حطيته على النار. ها هي البنات شوفوا، هنا نقصوا النار، ما ديروش النار قويه باش ما يتحرق لكمش العسل. عفوا ما يتحرق لكمش الغرس على بالكم لازم ما نخلوش يتحرق. حنا حبيناه نطيبوه باش يذوب لنا مع الزبده ويذوب لنا هذاك الغرس. كي تبغي تخبزي تعجني هذيك الطمينه تاعك يجيك ساهل، ما يجيكش فيه هذوك الحبيبات وما يجيكش فيه هذوك تاع الغرس. هنا جيبي فرشيطه من الاحسن، امعصيه مليح حتى تشوفيه بدا يدخل هذاك الزبده مع الغرس وضغطيه مليح حتى يرجع لك شكل عجينه ويرطى هذاك الغرس. لازم يرطب مليح. شوفوا البنات ما ديريلوش، ما تفوريهش. اذا فورتيه يطلق لك الماء وما يعطيكش البنه. هنا طيبوه مليح مع الزبده حتى تشوفوه ساخ ذاك الغرس تاعنا ذاب خلاص ويتبدل لونه ويعطيك اللون اللي تحبيه. هنا زيدي له شويه جلجلانيه باش يجي يعطيك هذاك اللون ثاني ما شاء الله. هنا نفرغوه مباشره على ذاك السميد اللي حمصت. هنا هو سخون، ندخل به بالفرشيطه حتى نشوف الغرس تاعي دخل مع السميد. كي تشوفوا بدا يبرد خدمي بيدك يجيك ساهل، ما تعبيش فيه، خلاص ساهل دقيقه وانت ديري الطمينه تاعك توجديها في 5 دقائق. ها هي كي هنا دوك ندخل يدي، لازم تدخلوا يدكم باش نعرفوا بلي الغرس دخل مع السميد. وهنا وشي المرحله تاعو لازم تعجنيه مليح مليح حتى يبدا يخرج هذاك الزبده تبدا تخرج. هنا واش نزيدو شويه زبده. هنا نزيدو الزبده البنات، لازم هنا ديروا الزبده ونزيدو شويه زيت. هنا المرحله هذه ادلكيه، شوفوا اعجنيه مليح حتى تحسي بالغرس دخل مع السميد. عاد الغرس تاعك ما يبانش خلاص، يشرب كامل مع هذاك السميد. هاي البنات شوفوا حكوا بالاصابع تاعكم. هنا راهو ما يدي وقت ما تعبي ما والو، ساهل في يديك ذايب يذوب وحده. المهم البنات ها هي كي اعجنيه مليح. انا سمحوا لي انا زودت في السرعه تاع لا فيديو. شوفوا النواه هنا كيف يخرجوا، كيبقى حبتها كما ما شفتيهمش. هنا كي تلوحي الزبده والزيت يخرج لك. هنا الزيت من الاحسن ما تكثروش، غير شويه برك باش ما ينشفناش. هنا زدت الزبده
هي سخونه، لازم يكون الغرس تاعنا سخون، تلوحي الزبده باش تزيد تذوب، ومع هذاك الغرس ذايب يا البنات يلعب في يدك كيما بغيتي. هنا دلكي مليح، تزيد رشه تاع ملح لازم نديرو الملح باش ما يجيناش الطمينه تاعنا مسوسه. هنا كل ما تدلكي يخرج لك النوى وهذوك الشابوات تاع الغرس. هاي شوفوا البنات، ما تشوفوش فيه الغرس كانه مش تاع بطانه، كانه مرحي، وانا مرحيتوش غير نحيت له النوى فقط. هاي البنات شوفوا، ما تشوفوش فيه الطور كانه ما ندارش بالغرس. هنا دلكيه مليح، شوفوا ديري هكا، حكي حتى تشوفي الغرس تاعكم دخل كامل مع السميد. طريقه يا البنات راهي تاع جدود وتاع ناس تاع بكري، هكذا يخدموا الطمينه، يديروا بها العراس، يديروا بها الحفلات، يديروا بها اي مناسبه. المهم البنات هذه هي الطريقه. شوفوا كيف يلعب في يدك كيما بغيتي. هنا نقسم من الغرس تاعي، الطمينه تاعي الى نصفين. هنا تشكلوا اي شكل تحبوا حرابش، تحبوه مقرود، تحبوه ديروا بالطابع، تحبوا ديريها خبزه وتقسميها كيما تحبي، المهم الشكل اللي تحبيه نتيا. هنا شوفوا البنات يمشي في يديك رطب ما شاء الله. هنا جبت هذا البلا نعجنها، نقرصها هنا كامل ونشكلها على شكل مثلثات، ونديرها على شكل طمينه ونحطوها للعائله. روعه يا البنات في البنه، هنا تبقى لك طريه مده طويله، ما تبقى لك ما تنشفش خلاص. سيرتو ما تحطهاش في الثلاجه، خليها على برا في المطبخ تاعك. وهنا البنات درت هكا على شكل طمينه، ونزيد نجيب الطابع ونطبخ اخرين ونقدموهم يجوا روعه في البنه. هنا تزيين كما تحبي تزينيهم. هنا جيبي الملعقه وحكمي امسحي هذاك تاع الطمينه تاعك ما يبقوش فيه الاصابع، ونزيدو نسوو هذاك الجوانب تاع الطمينه تاعنا ونشكلوها كما بغينا، وكل واحد يشكل الطمينه تاعهم. هذه هي البنات طريقه تاع الطمينه، تجي ناجحه وتجي بنينه وريحتها تنعنع في الدار، واللي يشمها يسخف لها. ونتمنى يا البنات اللي سخفت تسمح لي حقها في الجنه. وهنا البنات نكمل كامل هذيك تاعي الصحن تاع الطمينه، نسويه كامل بالملعقه ونشكله على شكل مثلثات او كما تحبي تقدميه. نكمل معكم كامل هذا الشكل تاعي ونرجع لكم فيما بعد. هنا البنات جبت قفل تاع الملعقه، قفل تاع القرعه، ونشكلو على شكل كيما هكا، نطراسيهم على شكل مثلثات. والمهم الشكل كيما بغيتي تشكليه شكليه. شوفوا البنات يجي واحد الطريقه ما شاء الله تحفه، نتمنى غير تجربوها. هذا هو الشكل النهائي تاع الطمينه تاعي. شوفوا البنات جا الشكل تاعها ما شاء الله روعه. زينتها بالججلانيه ودرت لها الكاوكاو ومكسرات. وهذا هو البنات، هنا شكلتها على شكل بالطابع، طبعتها كل واحد يطبع الشكل اللي بغاه. وهذا هو البنات الطمينه تاعنا، نتمنى غير تعجبكم وتنال اعجابكم، ونتمنى غير ديروا لي هذاك الجيم وديروا لي اللايك. ونشكركم بزاف، ونشكر حباباتي وصحاباتي اللي تبعوني، ونقول لكم ربي يحفظكم ويخليكم ليا. ولي سخفت نقول لها سمحي لي حقك في الجنه. ونتمنى تدعوا لي دعوات الخير، وندعي لكم معايا ربي يهنيكم ويهني وليداتكم وينجحهم في هذه الامتحانات. ونهديها للولاد بزاف اللي يديروا في الامتحانات، نقول لهم ربي ينجحكم وربي يفرح والديكم. ودرت لكم حاجه حلوه، ربي يحل ايامكم ويحل نهاركم. وهذا هو البنات الطمينه تاعي. شوفوا الشكل تاعها، شوفوا الغرس تاعها ذايب ذوبان. وهنا البنات نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة إلى الملتقى إن شاء الله في وصفة جديدة. مع السلامة.